بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، إن الاستغفار عبادة من أهم العبادات التي بها ترفع درجات العبد وتحط سيئاته وتكفر خطاياه. ولنتأمل أن الاستغفار به نختم الصلاة، أي قبل التسليم، كما صح من حديث أبي بكر أنه ذكر الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله بعد التشهد، وفي الغالب قد يكون هذا قبل التسليم إن لم يدعو بشيء بعد ذلك، أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم بعد التسليم يسن أن تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، رغم أنك كنت في عبادة من أعظم العبادات وهي الصلاة، لكنها ختمت بالاستغفار. لماذا؟ لكي تجبر النقص الذي في الغالب يكون عند كثير منا في صلاته، من تقصير في الخشوع، من تقصير في تدبر القرآن، من تقصير في أداء الأركان والواجبات على الوجه الأكمل. فتحتاج أن تجبر دائما العبادة بالاستغفار. فتأمل هذا. وكذلك كما قال ربنا عز وجل: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمصدر البركة الاستغفار. إذا أردت البركة في أهلك ومالك وولدك وبيتك فعليك بالاستغفار. أن تكثر من أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. وتنوعت صيغ الاستغفار، الصيغة الأسهل أو الأيسر تقول أستغفر الله، أو أن تزيد وأتوب إليه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية تحتوي على الاستغفار، من اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. يعني تدعو أو تطلب الاستغفار أو المغفرة في كل هذه الأحوال. اللهم اغفر لي ذنبي كله، هذا يشمل دقه وجله، الدقيق منه والعظيم، الجل، وأوله وآخره وسره وعلانيته، لأن الذنوب ظاهرة وباطنة، لكل عبد ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة، في الظاهر وفي الباطن. فأنت تطلب المغفرة للذنوب الظاهرة والباطنة. القلب يعصي. كيف يعصي القلب؟ بالحسد، أن تحسد أخاك، بالغل على المؤمنين بغير حق. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بالمكر السيء، بالكيد، أن تكيد الإضرار بمؤمن، بسوء الظن، أن تسيء الظن بأخيك بغير حق. كل هذا يعد من إيه؟ من سيئات القلوب، والتي قد تثمر سيئات على الجوارح. فسيئات القلوب مرتبطة بسيئات الجوارح. فهذه الجارحة لن تفعل إلا بأمر القلب. ولذلك يشرع لك هذا الدعاء. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. لأنه قد يتجاوز العبد الحدود فيسرف في المعاصي أو يسرف في المخالفات، وهذا لن يخلو منه أحد إلا من رحم الله. يتعدى حدود الله. فأنت تطلب المغفرة في كل هذه الأحوال.
خاصة إذا كان فيما يتعلق بحقوق العباد. طبعا حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لكن كذلك يلزم أن يكون معها الاستغفار. تستغفر الله من أنك شتمت أخيك، أنك شتمت أخاك، اختبت أخاك، ذكرته بالسوء غير حق، غيبة، نميمة. النميمة أن تفسد بين إخوانك، أن تنقل الكلام على سبيل الإفساد وإلقاء الضغينة في القلوب. بل هذه من كبائر الذنوب، النميمة من كبائر الذنوب. هذه كلها تحتاج إلى استغفار وتوبة مع أداء الحقوق، تؤدي الحق إلى أهله. والشاهد أن الاستغفار عبادة من أعظم العبادات التي يجب أن تلزمها في يومك وليلك، في نهارك وليلك، في كل أوقاتك. أن تحرص على أنك لا تستخف ولا تستهين بحق أخي من إخوانك، خاصة إذا كان من الذين مثلا لهم شأن في طلب العلم، أو إذا كان كذلك يعني المفترض أن يجد منك عونا مثلا في أن تعينه على طلب العلم، أو على أن يدعو إلى الله على بصيرة، بدلا أن تعينه تكون عدوا له أو تذكره بالسوء. هذه من أعظم الذنوب. والشيطان ينزغ، وقولوا للناس حسنا إن الشيطان ينزغ بينكم، وكذلك جيرانك. بدل أن تكون عليك أن تكون يعني نموذجا صالحا لهم، لا أن تكون عونا للشيطان عليهم. فالاستغفار عبادة من أعظم العبادات. قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا أردت البركة والرزق الحلال الواسع فعليك بالاستغفار. ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن عليك أن تبادر بهذا قبل الغرغرة، قبل أن يأتي ملك الموت. لأن الله عز وجل لا يقبل التوبة ولا الاستغفار عند الغرغرة، كما حدث لفرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. أدرك هذا قبل فوات الأوان، وأدم الاستغفار في ليلك ونهارك، وحتى إن لم تذنب. يعني البعض يظن أنه لن يستغفر إلا إذا أذنب. لما أنت عندك ذنوب أنت قديمة أنت لم تستغفر منها أو نسيتها، أو ذنوب قد تقع منك دون أن تشعر، خاصة فيما يتعلق بأعمال القلوب. كما قلنا يقع في قلبك حسد على أخيك، سوء ظن، تقول كلاما هو نابع من إيش؟ من حقد أو من يعني من سوء طوية. هذا كله يحتاج إلى استغفار وتوبة. فالشاهد الاستغفار مستمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستغفر المجلس الواحد 100 مرة. كان يعدون استغفار رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأغر المزني الذي أخرجه مسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله 100 مرة. فالاستغفار كذلك يطهر القلوب ويجدد الإيمان ويكون سببا في الثبات عند الموت. فعليك بالاستغفار. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا تفارق لسانك في كل وقت وحين ما استطعت، بجانب سيل الاستغفار الذي تكلمنا عنه من قبل، حديث أوس بن أوس الذي هو من أذكار الصباح والمساء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الحديث. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.